ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فإذا حج المسلم مخلصا لله عز وجل واختار من ماله أصفاه وأنظفه وأخلصه من الحرام وخشع لله واتقاه وراقبه في سفره وفي عيشه في هذه البقاع المقدسة وفي هذه الأيام التي هي أفضل الأيام على الإطلاق. ما من أيام أحب العمل فيها إلى الله من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منها بشيء. فهذه البقاع المقدسة التي تدرجون عليها، وهذه الأيام الفاضلة المطلوب فيها التقرب إلى الله بكل أنواع القربات، من الصلاة والطواف والذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قناة الإمامين